السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معي في مطبخي، مطبخ أم آسي البليدية. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. توحشتكم بزاف على بالي، راني نغبر، راني نطول الغيبة كما راكم تشوفوا. واعدة جفنة تاع أنا نويتها 25 شخص وهي جات تكفي أكثر من 25 شخص. ابقوا معايا تشوفوا الطريقة والتفاصيل. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. كما شفتوا البنات 6 كيلو رشتة على 12 ديسيديت ندير الرشتة الوحدة. قضيت وجيت للدار. شوفوا درت عندي 6 كيلو رشتة. عجزت نروح لدارنا نجيب الماعن ولا نطيبها في دارنا، طيبتها في ديك القدرة تاعي اللي ترفد كيلو. شوفوا بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الحاجة الاولى درت الماء يسخن وبديت نفور فيه هذيك الرشتة بالكيلو. الكسكاس تاعي يرفد كيلو. هذا الكيلو الاول تاعي هاو. شوفوا فار درت شويه ملح في الماء ورشيتها، درت لها من تحت غيسيبيون. دوك هذاك الماء اللي يسيل نفرغو، فرغتها في الجفنه ونكرر العمليه مع جميع الكيلوات تاع الرشته. نغطيها نديرها شويه زيت. رشته هايله، انا عندي نوعيه شابه هذه. كما حبيت نقول لكم، راكم عارفين الدجاج ما فيهش الروح، قلت حتى نفور الرشته 2 مرات فوق الماء، التفويره الثالثه نفورها فوق المرقه. تبعوا الطريقه هذه، الطريقه الاصليه تاع ناس البليده كيفاش نديروا الرشته، ما نديروا لها حتى خضره. بقاو معايا تشوفوا الطريقه. هنايا بعد ما فتحتها بزويته الله نغطيها بالطرشونه بالسربيته. هنا كملت هذوك 6 كيلو تاع رشتها بنفس الطريقه. خليتها ريحت وشربت بردت، راح نعاود لها للمره الثانيه، التفويره الثانيه هذه دوزيام فوا. كما راكم تشوفوا بنفس الطريقه نخليها ليه تفور. القدره هذيك تاعي تفور ترحم. قلت لكم كنت رايحه لدارنا نطيبها، خزرت في الساعه ولات الزوج وما عنديش الماعن كامرا في دارنا. راكم عارفين دار الكرا هذا واش مانيش جايبه الماعن. فورتها كما راكم تشوفوا دوزيام فوا. نحط فيها في هذاك الصحن الكبير، الغيسيبيون داك الكبير، نكملها كامل بنفس الطريقه. شوفوا عندي 5 دجاجات، درت 3 حبات بصل لهنا، ومن بعد زدت زوج كل دجاجه بصله، ودرت كيلو ورطل تاع لفت كما راكم تشوفوا. هنايا حكمت هذاك الروبو، قطعت فيه 2 حبات لفت وهذاك البصل كامل باش تجي المرقه تاعنا مرغيه وتجي الله بنينه. تبعي طريقتي نهار الجمعه ولا سيي هذه حبيبتي الرشته على طريقتي ورجعي لي الخبر. هذا الدجاج بعد ما غسلته الله بالفارينه والقارص والملح كما تعرفوا، الخل كامل نعرفوا نغسلوا الدجاج. ما حبيتش نوري لكم طريقه الغسل باه ما تجيش الفيديو. طحنت هذاك البصل كما راكم تشوفوا في الفيديو هو واللفت، درته على الدجاج، درت له مغرفه كبيره تاع ملح، شويه فلفل الكحل، ملعقه هكاك ولا نص ملعقه صغيره فلفل الكحل، مرقه البيضه تحب فلفل الكحل، ودرت لها الاضافه الزنجبيل. بكري ما كناش نديرو الزنجبيل، دوكا نديرو يطيب لنا هايله. درت لها عود قرفه كبير وهذوك الصغار مكسرين. درت لها كاس تاع لاتاي هذا تاع زيت، كاس زيت، غطيتها ونخليها تبدا تتقلى. هنا دورتها جبتها للفرن ولهذا العوينه الكبيره تاع الفور وبديت نقلي فيها. طيبتها فوق الكويزينيير، ما خضاتليش الوقت، ساهله بفيه طيبتها الحمد لله. ياك ربي يعين، تنوي الخير وربي يعينك. هاي خليتها تتقلى مليح، هذاك الدجاج يتقلى مليح يشرب هذوك لي زيبيس، والبصل الله يتقلى، واللفت كي تطحنوا اللفت هذه استوس يعطي بدنه هايله للمرق. ما من المرقه تاع الطعام ديروها بنفس الطريقه وقولوا لي رايكم. هنا بعد ما تقلات عمرت هذاك الطاس تاع الروبو بالماء ومرقت هذيك الدجاج. عادي ديري له ماء بارد بصح الحملاله، انا عندي من ما دافي درت له. هنا كي تغلي غير يبدا يغلي الدجاج نديرو اللفت. راكم عارفين الدجاج ما فيهش الروح، ماشي كيما اللحم، ما تخليش الدجاج يطيب ومن بعد اللفت ما تصيبي ما ترفدي فيه. لازم الدجاج يكون شاد روحه. اللفت كيما راكم تشوفوا قطعت الحبه بالطول، ما وريتلكمش كيفاه قطعت ونسيت حتى كي نولي نصور في الفيديو باه ننتبه بلي كاين بنات صغار، كاين عرايس جدد
المهم هذا تاع الوعده، تقطعي الحبه قد اختها، تقطعي المرسو الاول وتولي تعبري عليه في الحبه تاع اللفت، تقطعي لازم كامل. شوفوا ديك المريقه، الله الله الريحه تهبل. ذقتها على الملح. هنا عندي انا الحميصه طايبه، زدتها في الاخير. حمص طايب مطيباتو ديرتو في كونجيلاتور، زدتو ونخليه يغلي مليح. هنا تقولوا لي زدت له شويه ملح كي ذقتو، نغطيها. تقولوا لي يا ام اسيل وهذيك الرشته وين تعاوديها. شوفوا انا طيبتها في قدره نورمال، ما عنديش قدره كبيره تاع الطوفار. تيستي تلفت بالموس طايب، الله الله هايل. جبت 2 مغارف سمن درتهم في الاخير باه نسقيو هذيك الرشته. طبعا انا هذه القدره درت فيها 5 دجاجات، ودجاجه طيبتها منها في القدره الصغيره وحدها باش نفور عليها الرشته للمره الثانيه. نحكم هذيك الرشته كما راكم تشوفوا شربتها كامل بديك المريقه، الله الله الريحه ما نحكي لكمش يا البنات، تهبل تهبل. راني نشوف فيها تشهيتها غدوه نعاودها. سقيت هذيك الرشته كامل. جبت حبيت نحمر الدجاج، وحنايا ماناش ممكن نحمروهم بصح هذاك تاني يروح للناس حبيت نحمرو. جبت سنيوه ستفت كامل داك الدجاج راكم تشوفوا، درت 2 سنيوات تاع دجاج. طبعا قسمت الدجاج على 7 مرصوات، صدر على 3 والفخذ لي كويس عطاوني 4 مرصوات. شتو هذيك الدجاجه وراي طيب فورت عليها الرشته الثالث مره كما راكم تشوفوا. هذه هي كما راكم تشوفوا، فورتها كسكاس مور كسكاس حتى عمرت. ما عنديش تاني الجفنه هذه الجفنه ولا كيف تسموها، حبيت نقدم فيها. شوفوا حليتها كامل بالفرشيطه، فورتها كامل، عمرتها كما راكم تشوفوا. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه. هذه هي ستفتها كامل مليح، سقمتها بيدي كما كامل نعرفو نخدمو. الدجاج خرجته من الفرو، غطيته بابي الومنيوم باش يبقى سخون كما عارفين، ومن بعد مع المرقه ثاني يزيد يسخن. وهذه هي الرشته تاعنا، حكمتها ستفت عليها كامل. هذاك الدجاج مرصو قدام خوه، حبيت نقدمها هكا كما قلت لكم. ما عندي ماعن باه ندير الدجاج وحده ولا هكا، من بعد هما يسقوها في التباسه. ستفت هذاك الدجاج كامل مرصو قدام مرصو. غليت البيض هكا نقدموا الرشته تاعنا. الرشته طبق تقليدي كما قلت لكم، نديروا له غير اللفت فقط. واللي حاب يزيد القرعه هذه الكورجات هذيك حاجه ما ندخلوش فيها، كل واحد يزيد الاضافات اللي حبها في المرق. بصح الطبق التقليدي الاصلي هذا هو. هنايا حطيت التبسيليه والبنتي كما راكم تشوفوا. هذا التبسيل تاعنا الصحن زينته بالقرفه والبيض، وتتقدم مع اللبن طبعا مثل كامل العائلات الجزائريه. وهذا الجفنه درت لها البيض كامل، وقت اللي كانت رايحه درت لها البيض. ستفت المرصوات تاع البيض فوقها. مانيش عارفه لا هذا المقطع ويتعاود ولا واش بيه، عذروني لا لقيتو المقطع يتعاود. ما تنساوليش الجاب البنات، واي استفسار كتبوا لي في الكومونتير. ما تبخلونيش بالجام. هنا حكمت ديك القدره تاع المرقه، فرغت فيها المرق مع الحميصه وغلفت كلش كما راكم تشوفوا في الصوره. استودعكم الله، الى اللقاء.